مع الأسف يعني الآن يمكن أن أقول لك أن العالم ينظر إلى الشعب العراقي باستغراب، أن الشعب العراقي يعيش حالة ما واصلها أي شعب في العالم، ولم نجد منه فد مظاهرة اعتراف، فد تجمع استنكار، فد مطالبة بحقوق. هاي ما صايرة في دول العالم كله. العالم لحادثة واحدة من الحوادث التي تصيب الشعب العراقي يهب كل الملايين للخروج بتظاهرات واعتراف واعتراضات، ولا يخاف بطش الحكام. ما الذي يحصل في العراق هنا؟ يعيش كل هالحالة التي لم يصلها أي شعب من شعوب العالم ولا يتحرك. هاي تحتاج إلى دراسة. لماذا؟ الشعب العراقي المعروف برفض الظلم، معروف بعدم خنوعه، بعدم استسلامه. أعتقد أن السبب الرئيسي في ذلك هو أن العمامة مع الأسف دجنت الشعب وعلمته على الخنوع وعلى الاستكانة، وكلما يريد أن يتحرك لكي يرفض هذا الظلم ولكي يزيل هذا الظلم تقابله بالكلمات التي تعيده إلى السبات وإلى النوم. دور سلبي كبير تؤديه مع الأسف العمامة الشيعية بعد أن مارسته العمامة السنية طيلة 1400 عام بمن نسميهم وعاظ السلاطين. وعاظ السلاطين كان دورهم هذا، يشرعنون عمل السلطات والحكام مهما كانت، تصل إلى قضية حتى شرعنة قتل الحسين عليه السلام. الحسين قتل بسيف جده، هكذا يقول ابن عربي، الحسين قتل بسيف جده. فإذا مثل هذه الجريمة الفظيعة التي لم يشهد لها التاريخ مثيل ومع ذلك يعطوها شرعية. وقاضي القضاة يأتي إلى المعتصم العباسي لما أخذ برأي الإمام الجواد عليه السلام في قطع يد السارق، وقاضي القضاة وابن أبي داود وصاحب السنن المعمول بها سنن ابن أبي داود، لكنه ليس له ورع يمنعه عن أن يسعى لدى المعتصم العباسي ويقول له أنت معتصم رئيس دولة مترامية الأطراف من الشرق والغرب، عرف شو الاستثيرة، كيف تترك قول الفقهاء الموالين لك السائرين في ركابك وتأخذ بكلام رجل تقول شطر هذه الأمة بإمامته؟ هذا الوتر الحساس. هذا نصف الناس اللي هم الشيعة حسب القياس يقولون بإمامته ولا يعترفون بشرعية إمامتك. فإذا معقولة تترك أقوال الفقهاء احنا قضاتك والسائرين في ركابك وتأخذ بكلام هذا الرجل؟ هنا انفار المعتصم. كيف يعطي هذا الدعم للإمام الجواد الذي تقول شطر هذه الأمة بإمامته ولا تعترف بإمامة المعتصم العباسي؟ فارتكب الجريمة الكبيرة وقتل الإمام الجواد عليه السلام. فهكذا كان المعممون ووعاظ السلاطين. هذا حب الدنيا. الإمام الصادق حذر من ذلك: إذا رأيتم العالم مكبا على دنياه فاتهموه في دينه، وإلا لماذا هكذا يشرف؟ فهذا الخطأ وهذا الانحراف في علماء السوء الذي نسميهم وعاظ السلاطين بحسب كتابات علي الوردي وغير من المصطلحات اللي حذرنا الأئمة سلام الله عليهم، يبدو هذا إنما كنا نحن في منأى عنا لأن السلطة مو بأيدينا. مو احنا خوشوادم، خلينا نكون واقعيين، مو احنا خوشوادم وماشيين عادل لأن السلطة مو بأيدينا. فلذلك لما جاءت السلطة لأيدينا قمنا بنفس العمل الذي يعملونه، وصرنا نعطي الشرعية لكل هذه المظالم التي تجري باسم الإسلام وباسم المرجعية. مو هكذا؟ لا. وفي كل مؤتمر صحفي واجتماع يطلعون بصورة المرجعية وراهم، وفي كل احتفال يقيمونه ممثلي المراجع قاعدين وياهم. أي شرعية أكبر من هذه يعطونها لهذه السياسات الظالمة والمنحرفة؟ وما فرقنا إذن عن أولئك الذين كنا نصفهم بأنهم علماء السوء وغيره؟ فهذا الذي تتحدث عنه تقول أنه بلغ استياء في الشارع، من هذا حالة إيجابية أنا أعتقد حتى تفرز، لا يظلون يعني تأخذهم القداسة المزيفة ويستمرون في إعطاء الشرعية للظلم والانحراف.